واش امره داخل تبيان القران ولا خارج القران؟ صافي. احنا اتفقنا ان هذيك متفقين عليها، هذيك ان الله امر النبي ان يبين القران، هذه متفقين عليها، ما ترجع ليش شي حاجه متفقين عليها. دابا كنقول لك تبيان النبي واش خارج القران ولا داخل القران؟ ديك الساعه غادي نشوفوا واش خارج ولا داخل. انا يجاوب لي واش وحي ولا ماشي وحي. تبيان النبي للقران الذي امر. دابا هاد التبيان هذا اللي جبتي واش خارج القران ولا داخل؟ دابا عندنا جوج الامور، دابا عندنا جوج امور. واش تبيان النبي للقران وحي ولا ماشي وحي؟ تفضلي جاوبني. واش هاد التبيان اللي ذكرتي نتايا واش خارج ديك الساعه القران ولا غادي داخل؟ هذيك هي اللي غادي يدوزوا ليها بور. هذه تبيان النبي واش وحي ولا لا؟ تجاوبني بعدا. وهذيك هي اللي غادي يدوزوا ليها دابا بور. هذه يلا غير جاوبني. واش التبيان اسمع كان ماشي شفتي، اسمعني، ماشي شفتي انك وصلتي للحفره انك ما غاديش تطيح فيها، راه غادي تطيح فيها. تبيان النبي واش وحي ولا ماشي وحي؟ شوف جاوب ما عنديش الوقت غادي تخلي. تبيان خارج ولا داخل؟ لا باغا تهرب قول لي باغا تهرب. تبيان النبي الذي امر به الله واش وحي ولا ماشي وحي؟ ما تهربتش. عرفتي شحال من سؤال جاوبتك عليه؟ سؤال واحد ما قدرتيش انك تجاوب عليه، فهذا ان دل فهو يدل على ان السنه ليست وحي. ديك الساعه نشوفوا دابا تبيان النبي واش وحي ولا ماشي وحي. واش التبيان هذا كان داخل القران ام خارج القران؟ تبيان النبي ديك الساعه غادي نجمر. هذه تبيان النبي وحي ولا ماشي وحي؟ دابا النساء فين كاين؟ لانك التبيان اللي ذكرت هل هو داخل القران ام خارج القران؟ هل هو وحي ام لا؟ جاوبي واش هو وحي ام لا. الاخ انس ما محتاجش محامي. لا انت اولا لا اسمع، ماشي هكاك، راه كلشي ماشي هو كلشي. اسمع كلشي حنا اتفقنا انا وانت على ان الله واش هو خارج القران ولا انت قلتي بلاتي، انت قلتي اين الله امر باتباع السنه. اوكي، الله امرنا اننا نتبع تبيان النبي، اتفقنا عليها. حنا تبيان النبي عندنا هو السنه. اوكي، ما هو التبيان الان اوكي، ما هو التبيان واش وحي ولا لا؟ تبيان البيان هو ما هو التبيان؟ ما هو التبيان؟ الاظهار، الافصاح، اي حاجه. واش وحي ولا ماشي وحي؟ اذا انه يظهر يبلغ واش وحي ولا ماشي؟ واش وحي ولا ماشي؟ ما علاقتها بالسنه؟ ديك الساعه غادي نشوفوا. قول لي غير واش وحي ولا ماشي وحي. هذا دليل ضدك، يعني انه بلغك بالقران وديك الساعه بين وديك الساعه بين القران واتبعتوا حاجه اخرى ما بغيتوش نقول لكم انكم مشركين. وديك الساعه بين انه ضدي. دابا قول لي واش وحي ولا ماشي وحي؟ تجاوبني بعد التبيان واش وحي ولا ماشي وحي؟ ولا خارج القران؟ واش وحي ولا ماشي؟ خارج القران. داخل القران خارج القران. خارج القران. يلا انت كتقول داخل القران ياك؟ تقول داخل القران. يلا جيب لي تبيان. واخا جيب لي تبيان النبي للصلاه داخل القران. تفضلي. ما هو التبيان؟ هو الاظهار وليس التفسير. يلا جيب لي واخا جيب لي. اوكي، النبي بين الدين ولا لا؟ بين القران ولا لا؟ واش كتقصد انه بين في السر؟ واش كتقصد انه بين في السر؟ يلا وريني باش كنسولك بعدا. ما انا وانت اتفقنا ان الله امر النبي بين الدين، يبين القران. اين النبي بين؟ اعطيني بالبين. قول لي فين بين. هو عكس الكتمان، يعني انه سوف يظهر الشيء وليس يفسره. غادي نشدك من النقطه ديالو نفسره. اوكي واش عندك ان الرسول فسر القران؟ واش عندك ان الرسول فسر القران؟ اوكي، يلا انا غادي. واش عندك ان الرسول فسر القران؟ يلا بشويه. يلا دابا نتحداك انك طحتي في اكبر حفره. جاوبني بعد على السؤال. واش الرسول فسر القران؟ الان ترتيب هذه الايات والصور هو ترتيب اجتهادي ام توقيفي؟ تفضلي. ما جاوبتينيش بعد على السؤال ديالك. ترتيب الايات. واش الله امر النبي انه يرتب الايات؟ واش الله سبحانه وتعالى اسمع ترتيب الايات واش اجتهادي ولا توقيفي؟ تفضلي. ترتيب الايات اجتهادي ولا توقيفي؟ تفضل. شرح القران اعطيني. واش ترتيب الايات اجتهادي ولا توقيفي؟ تفضل. اعطيني. انا قلت لك ان النبي بين. اعطيني اين هو شرح الرسول للقران. اوكي النبي بين الاحكام اللي في القران، نعم ولا لا؟ لا، ما بينهاش لانها باينه. اوكي، ما بيناش لانها باينه، صح. الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. اعطيني شنو هي القران. حتى تجاوبني بعد على السؤال. واش لا انت قلتي باينه. لا انت قلتي انها اتفقتوا على المقدمه الاولى. دابا انت ضربتي في المقدمه الاولى. راه انت اولا شنو قلتي لي الان قلتي لي ان الله امر النبي انه يبين، وقلتي لي لا ما بينش. اذا النبي خالف القران، صح ولا لا؟ لانك اتفقتي معي ان الله امر النبي انه يبين القران. لا ما فسرش لان التبيان العكس ديالو. لا
حباس انت قلتي لي ان سولتك دابا قلتي ما بينش شرح الرسول. لا حبس سولتك دابا قلتي لي ما بينش. دابا قلتي لي ما بينش. اتراجع عليها لانه ما بينش حسب المفهوم ديالك. لان انت لا تحبس. انت قلتي لي ان الله اسمع. انت قلتي لي ان الله امر النبي بالقران لتبين للناس ما انزل اليهم. لتظهره للناس يعني انه يبلغ الرساله. اي النبي بلغ الرساله. الضبط ديال هو الاخفاء او الابهام ماشي الكتمان اختي. اوكي النبي بلغ الرساله. لا الاخره النبي بلغ الرساله يبين اي زعما ليظهر. مثلا انا عطيتك الرساله غادي تبلغها الناس ما غاديش تخليها عندك مكتوبه. اوكي النبي بلغ الرساله. اعطيني اين هو تفسير الرسول. قول دابا كنسولك النبي بلغ الرساله. علاش كتكذبوا على الناس وكتقولوا لهم الرسول دابا النبي بلغ الرساله. جاوبني. النبي اذا انت كتقولي ان النبي لم يبلغ الرساله صح؟ عندنا جوج حوايج، واش بلغ الرساله ولا لم يبلغها؟ جاوب بعد انت يا رب صباح. بلغ الرساله. انا كنقول ان النبي انا كنقول ان النبي بلغ الرساله. انت كتقول انه ما بلغش الرساله. السؤال ديالي هو انا كنقول ان النبي الرسول للقرآن. انا كنقول ان النبي بلغ الرساله. انت كتقول ان النبي ما بلغش الرساله. انا جاوبتك انت بلغ النبي الرساله. السؤال ديالي اين هو شرح النبي للقرآن. النبي وضح الاحكام اللي في القران. انت عندك نبي لم يوضح الاحكام اللي في القران؟ جاوبني واش الرسول شرح القرآن نعم ام لا؟ وضح انا كنقول لك نعم وضح. انت عندك نبي لم يوضح القران. وضح جيد. اعطيني تفسير سورة التوبة. احسنت. دابا قولي النبي وضح. انت عندك نبي لم يوضح. اعطيني تفسير سورة التوبة. النبي وضح. دابا واش فهموا ولا ما فهماش؟ دابا انا جاوبتك. النبي وضح الاحكام اللي في القران. النبي عندك وضح ولا ما وضحش؟ اعطيني ورا ما حطيت ما كاينش النبي لسورة التوبة. اوكي اولا ما معنى التفسير؟ تفضلي. تفضلي ما معنى التفسير؟ تفضلي. كيفاش معنى التفسير؟ واعطيني تفسير النبي لسورة التوبة. انا نخفف عليك السؤال. لا حبس. هل التفسير ينبني على امور؟ اسمع على ما يبدا التفسير. ولاش اي صوره. اعطيني اي صوره. اي صوره. اي صوره التفسير ديالها بغيت حديث. اشرف اوكي يلا دير بيوت. حنا سمعناك. بغيت حديث مرفوع عن النبي يكون تيشرح القران. اي صوره بغيتي. اي صوره. صافي ساليتي. يلا جاوب. صافي ساليتي. جاوب. اوكي جاوب. يلا دير بيوت. يا ودي دير بيوت. مرفوع دير بيوت. صافي يلا دير بيوت. الان انت قلتي ان النبي لم يفسر القرآن ولم يبين القرآن. أنا قلت لك أن النبي بين الأحكام اللي في القرآن. ثانيا تقولي أن النبي أعطيني أن النبي أين فسر يعني سورة التوبة. لا أنا جاوبك بلاتي. قلت أعطيني أين النبي فسر سورة التوبة. أن النبي فسر القرآن. قلت لك أعطيني تفسير النبي لسورة التوبة. بلاتي صافي سمعناك. أنت قلتي أين النبي فسر. أعطيك واحد السؤال صح. أعطيني أي صورة. أي صورة. هادشي اللي بغيتي. أوكي هادشي اللي بغيتي. قلتي أن النبي فسر سورة التوبة صح ولا أي صورة؟ صح. أي صورة. أوكي بغيتي. ممتاز. اوكي الان ناخذ صوره اي صوره. اوكي ناخذ الان صوره اللي ذكرتيها التوبه. براءة من الله ورسوله. واش هذا الكلام؟ أعطيني تفسير. لا ركز. اوكي احنا نشوف دابا ركز. اولا براءة من الله ورسوله. هذا الكلام هو كلام عربي صح؟ أعطيني التفسير ديال النبي. بيت حديث نبوي كيفسر. لا هذا هو الجهل. حنا اش كنقولوا اولا باش نشرحوا لك بالخشيبات. حديث نبوي كيفسر. ورا كلامك مصادرة على المطلوب. كلامك راه جهل ومصادرة على المطلوب. ركز. حنا كنقول لك ان هذا كلام عربي اصلا مبني على فهم عربي. ثم اذا كانت حقيقة للشارع ياتي النبي ويبينها ويحمل تلك الالفاظ على يعني التي اراد الشارع. وما فهمتيش هي الجهله. اذا تراجع هي الجهله. لا ماشي. لا هو من الاول هو يظهر ضروري تحسن. ورا من الاول ما فهمش. اذا قلت لك اذا قول ما عنديش جواب. قول بان الرسول نفس. لا ما فهمتينيش. واش دابا انت اصلا جاهل. انا نبين لك الجهل ديالك. واش كتراجع؟ انا نبين لك الجهل ديالك. اذا قلت لك على السؤال الجواب ديالك. ورا قلت لك بين. لان الاصل في الكلام الحقيقه والحقيقه الشارع التي اراد ان يغيرها يبينها النبي.
واش فهمتي؟ انا نعطيك مثال. اسف نمشيو على حسب الفهم ديالك انه وفهم عطينا تفسير، لا ماشي عطينا حديث نبوي. فهم وركز باش تفهم. اذا قلت لك الصلاه شنو كتفهم من الصلاه؟ انا انت اللي قلتي لي امراه. اذا قلت لك الصلاه شنو كتفهم من الصلاه؟ السؤال ديالي راه بسيط. انا ورا انت مكلخه ورا ديال المشكل. شنو كتفهم من الصلاه؟ شنو كتفهم من الصلاه مكلخه؟ شنو كتفهم من الصلاه؟ راه ساهل جدا. قلتي بان الرسول فسر القران، قلت لك وركز بين القران. بين الاحكام اللي في القران. قلتها نعم. ركز الان معي. الاحكام اللي في القران راك باقي ما فهماش. قلت انه فسر، قلت لك اين هو تفسير النبي للقران. اوكي النبي بين الحقيقه الشرعيه من لفظه الصلاه. بغيتي حديث بغيتي حديث صحيح صح. بلاتي كتشغل بغات حديث كيف فسر اي سوره من القران. اوكي لا ركز الان. الله سبحانه وتعالى اعطانا واحد الايه قالنا واقيموا الصلاه صح. اين هو تفسير النبي للقران؟ احسنت. دابا احنا نجيبوا التفسير. هاد الصلاه هذه بين النبي الحقيقه ديالها ولا لا؟ فسرها ولا لا؟ انا بغيت الصوره. يلا انا اجيب لك حديث. شنو كيف الصوره كامله؟ واش تفهمها؟ الكلام العربي الاصلي يحمل فيه على الحقيقه. اسمع المكلخه انت ما كتفهمش. انت كنقول كلام مكلخ لانك ما كتفهمش. انا نقول سول اخويا شنو قلتي انت؟ راه ما عارفاش شنو قلتي. شنو قال واخا قولي شنو قلت. دابا انت حسب الفهم ديالك قلتي بان راه الرسول كيفسر القران. قلت لك اين هو تفسير الرسول للقران؟ لا احبس اسمع قلنا هنا يبين لنا بالاحكام صح ولا لا؟ ما بقاش كيبين القران ولا كيبين غير بعض الاحكام. واخا واش مكلخه ولا لا؟ اجي نقول لك واحد القضيه. النبي القران شنو هو فيه؟ حنا نشوف واش بين القران نعم ام لا. انا غنعاود نطرح السؤال. بين القران ها يلا عندك حتى تبني. اين هو تبيان النبي للقران؟ اوكي يلا ركز للقران يعني اي صوره. ركز يلا ركز مع انه النبي بينه صافي. بلاتي حبس اخويا احمد. دابا يلا ركز معايا. بغيتي تبين النبي للقران صح؟ نعم بغيت حديث نبوي كيفسر لنا اي صوره. يلا ركز بشويه وركز. الان القران عباره عن الفاظ عربيه صح وكلمات عربيه صح؟ اين هو الجواب؟ وراه حيت انت مكلخه. يلا ركز معايا باش تعرف الجواب. راه انت مكلخه. والله يا اخي المكلخ واش العربي ما كيعرفش اللفظه العربيه؟ ما غاديش تسبني انا لحد الان كنت بصباح وانت كتسب. يلا اوكي يلا اسمع ما عندكش انا نتحدى قدام. لا مكلخه. واش الحمار عيفهم الجواب؟ الحمار يا اما تجاوب يا اما تقول انا كذاب الرسول ما بينش القران. لا وراه انت اللي مكلخه وكذابه ومريضه. انا نبين لك دابا قدام الناس. يا اما تقول انا اسمع عندنا الالفاظ القرانيه. الرسول ما فسرش القران وانا ومكلخه. واخا نتكلم. تخليش يدوي. انا ما كتخليش يدوي. اتكلم ولا نتكلم؟ خليك تتكلم. غادي تجاوبني يا اما تعطيني حديث نبوي يا اما تقول لي انا كذاب لحت الباطل على الرسول ما بينش القران. اوكي الان نجيب لك حديث نبوي تقرا قدام الناس مرفوع وتقول انك كذابه. حديث كيفسر لنا صوره كامله. ماشي هي دعوه انس. ودابا هذه المشكله. واخا واش بغيتي النبي واش ما فاهمش انا غنعاود نطرح عليك السؤال. هل الرسول بين القران ولا ما بينوش؟ وصافي يلا ركز. دابا انت بغيتي ان